هذا يقودنا إلى حائط البراق أو كما يطلق عليه اليهود المبكى. نعم، هو حائط البراق هذا جزء من السور الغربي للمسجد الأقصى كما قلنا. يعني المسجد الأقصى كما مستطيل الشكل، له ضلعان طويلان، هو الضلع الغربي والضلع الشرقي، وضلعان قصيران وهما الضلع الجنوبي جهة القبلة والضلع الشمالي. هذا الضلع الغربي يبلغ طوله حوالي 490 مترا. أول 30 مترا من هذا السور اللي هو الجهة الغربية، هذا هو ما يسمى بحائط البراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى إلى المسجد الأقصى كما قال في الحديث ربط دبته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، وهذه الحلقة تقع عند أول هذا السور. يعني تحولوا إلى يعني حائط المبكى هذه، يعني كما نعلم اليهود بنوا دولتهم وبنوا عقائدهم وبنوا يعني بالأساطير، وأنهم حولوها إلى حقائق أو حولوا أباطيلهم إلى حقائق بالإلحاح وبالإعلام وبالكفاح. يعني تسمية حائط المبكى، يعني أنت في الكتاب تمر على كل هذه الأحداث، لماذا سمي حائط المبكى وهو حائط البراق أو مكان ما ربطت الدابة؟ هو حدث لواقعة تاريخية. هو هذه المنطقة أو السور الغربي لم يكن له قداسة معينة عند اليهود، يعني لم يكن كما هو الآن يعني في هذا الزمان، إنما كان اللي له قداسة أكثر عندهم هو السور الشرقي وليس السور الغربي. وكان اليهود على مر العصور يعني يذهبون إلى جبل الزيتون، وجبل الزيتون يقع خارج السور الشرقي للمسجد الأقصى، فيصعدون جبل الزيتون ويتأملون في الحرم ويبكون على فقدان هيكلهم المزعوم. يعني فحدث في سنة 1536 أن السلطان العثماني سليمان القانوني وافق، يعني أصدر فرمانا منح فيه اليهود حق يعني إذنا بالتعبد عند الجزء الأمامي أو الجزء من السور الغربي للمسجد الأقصى الذي هو عند حائط البراق. فطبعا كان اليهود في البداية يأتون فرادى، بعد كده أصبحوا يأتون جماعات، ثم بعد ذلك أصبحوا ينظمون رحلات إلى المكان، ومع الوقت بدلا من أن يذهبوا إلى السور الشرقي أصبحوا يأتون إلى الناحية الغربية لأنهم يكونون لاصقين بها ويبكون عندها. فأصبح يعني مع الوقت يعني كما فعلوا في كل شيء وزوروه، يعني زوروا حائط البراق وأصبح حائط المبكى أو الكوتيل المعرافي بالعبرية. وللأسف أن الإعلام العربي والصحافة والكثير من الكاتبين يتابعونهم في هذا يعني يطلقون اسم حائط المبكى دون تحرٍ، وكأنهم يعني كأن يقول إن اليهود للأسف يعني، وهذه من المآسي، أنهم ينجحون فيما يفعلون. هم استطاعوا أن مثلا أن يغيروا اسم باب النبي، استطاعوا أن يغيروا اسم حائط البراق، نعم، وحتى والآن يريدون تغيير اسم المسجد الأقصى. وحتى الصور نعم. التي تبث على وسائل الإعلام العربية، نعم. هي ليست للمسجد الأقصى. نعم، أنا أقول للأسف يعني إني يعني قرأت من يكتبون في الصحافة والمجلات ليسوا متخصصين، كثير منهم يكتب دون تحرٍ وينصرف كلامه عند الكلام عن المسجد الأقصى إلى الجامع الوليد فقط، وهذا واضح. نحن سنذهب إلى رحلة الإسراء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في الجزء الثاني ونتابع ما جاء في الكتاب. أنا أشكرك في نهاية هذا الجزء، شكرا الله لكم جزيلا، وإن شاء الله نكمل في إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا الجزء أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في الجزء الآخر من الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.